كي تدعوا نتوما العزائز والشيوخه بالك كاش دعوه تطلع لربي يحفظني ربي من الذيابه. هطلق لي فيسبوك قبل ما نبدا راك دائما اسمع، والفيسبوك عزيز راكم دائما ديروه وتقطوه لي بالبونده الحمراء ديك تاع الجماعه تاع الاخبار. ايه المهم باه ما ناكلوش الوقت في التمسخير، خلي لي الفيسبوك www كالعاده بوان طالع هابط بوان كوم مطرق مايل مطرق مايل معليش. في الحقيقه انا سجلت نهار الخميس العدد اللي فات سجلت، وكان السي شكيب خليل وزير الطاقه الانرجي جا مورايا، انا سجلت هو جا مورايا الله غالب. لو كان يسمى سلكل هذاك نهار الخميس ما قدرتش نعاقبو خاطر سفت سجلت وصرا عليا ضغط. نروح للسيري عزيزه، صرا عليا ضغط في الفيسبوك في التويتر في الماسنجر في الاس ام اس في الوسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي، وحتى ولحنا شي دور وانا نستنى لحنا شي دور وانا نستنى لحنا شي دور وانا نستنى ونستنى في لي ميساج من عندكم. المهم كثر عليا الضغط، قال لك النووي لازم تهضرنا على شكيب خليل وزير الطاقه. درك انا واش راح ندير؟ نهضر على الجماعه اللي طالعين والهابطين الوالا، وشكيب خليل قضيه شكيب خليل نخلوها هي التاليه نختموا بها، هذه هي. الور درك نبداو على بركه الله. وقبل ما نبداو على بركه الله التحيه الخالصه لجميع الشعب الجزائري سونز اكسبسيون وخاصه افراد الجيش الوطني الشعبي، الافراد جو دي بيان الافراد اللي راهم منتشرين في ربع الوطن، كاع الاسلحه اللي صمتوا عليا، ما لقيتها مع الخول الجويه، ما لقيتها مع الارميتير، ما لقيتها مع الديسيه، ما لقيتها مع الجيجياف. المهم تحيه كاع للشعب الجزائري، وجميع اللي عنده الكارطه الخضراء هذيك اللي دايره الزربيه الجزائريه، تحيه من عند النووي. هيا نبداو بالموضوع الاول. ساقشيه الاولى عزيز، ساقشيه الاولى هو سامي بن الشيخ اللي راح قابض التظاهره تاع قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. واسمعونا الشيخ سامي ولد الشيخ واش راح يقول، خاطر راح يختموا هذا النهارات يختموا العاصمه الثقافه تاع قسنطينه. اطلق لي عزيز. واحنا البارح كنا باجتماع تنسيق مع الاخ بن تركي يعني المدير العام للديوان الوطني للثقافه والاعلام، واتفقنا على عده نشاطات راح تنطلق ان شاء الله من بعد انتهاء الأسبوع الثقافي للولايات المتحدة من 9 إلى 13. فيه 4 أكبر سهرات حتكون في قاعة زينيت بمشاركة فنانين عرب كبار من بينهم وائل كفوري، ممكن كذلك مجد الرومي الاتصال راهو يعني متواصل معها، وفنانين عرب. ايه سامي بن الشيخ هذا اللي داره محافظ التظاهره تاع قسنطينه عاصمه الثقافه. وتحيه من عند النووي بورتيبي الناس قسنطينه، ناس سيرتا، الجزر المعلقه، مدينه الصخر العتيق ومدينه العلم عاصمه الشرق الجزائري، تحيه من عند النووي. هذا سامي بن الشيخ اللي داروه محافظ قال لك راح نختموا ونجيب لكم حفله كبيره، نجيب لكم وائل كفوري ونجيب لكم مجد الرومي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا عزيز خبرني يا عزيز. لا 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 يا شيخ، وكان غيتعيطوا لي ما تعطوني كاش مليار ولا زوج نغنيكم النووي. ايه وقبل ما نرد على الشيخ عزيز اطلق لي الفيديو تاع قسنطينه عاصمه السباحه العربيه كي طاحت شويه تاع نو عندها واقع واحد 4 شهور وغرقت علي منجلي لانه فيها الفيل. اطلق لي شوف الفيديو. نصف ساعة من التساقط للأمطار الطوفانية. احبس هذا الفيديو دارته المؤسسة الوطنية للتلفزيون لوان تيفي، باه ما تقولوش النووي، دارته لوان تيفي نهار اللي طاحت الشتاء وغرقت علي منجلي وتهردت ولات قسنطينة عاصمة السباحة العربية. اطلق تشوف عاود اطلق. أحدث ما يشبه الحصار على مستوى الطرقات وبعض المناطق السكنية، كما هو الحال بمدينة الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي. شوفوا مليح ها، شوف هاي الطوموبيل وينه الاكسبريس؟ ايه الاكسبريس. هاي منعت هذه، ما عليك سلامات والله كذا ولا اكثر صاحبي. ها قسنطينة عاصمة السباحة العربية. يا سي بن الشيخ انت على بالي بلي خاطرك تاع ثقافة وتاع وائل كفوري وما تعرفش الامور هذه. يا اخي قلنا تقشف، يا قلنا تقشف
ويا سيدي كي بلاكم ربي راح ديروا حفله ديروها بالمقننين تاعنا واعطوا لهم حويجه وفرقوا السوق الحاله راهي مهروده. ثاني تجيب لي وائل كفوري وتجيب لي ماجد الرومي وتجيب لي هذيك المروكيه تاع اشدني علاش مشيت كل عام تجي تضرب النار ولا ثلاثه يا وين شفتو راه داهاني وسموها راطفه رأفاتو يا خلينا الدوكا اللي راه كبر ما يقدرش يقني درك. المهم يا سي شيخ الدراهم هذو نورمالمون تخدموا بهم قسنطينه المشاريع يستنفعوا بهم ولاد قسنطينه ماشي ديرهم لي غنى تاع شطيح ورديه. عزيز بلا ما نقول لك هابط الثقافه هابط بلا ما نقول لك هابط اطلق علي يا عزيز اطلق خاصتني قاي وائل كفوري. السقشيه رقم 2 هي سقشيه ثاني معروفه راهي دائما دوره وتجي عند النووي ناشطه حاله ناشطه. هذا السقشيه يسموها محمد عيسى وزير الشؤون الدينيه والاوقاف. راه هضر قال باللي راه كاين الطوائف في الجزائر ويديروا لنا يخلطونا ورانا نعرفوهم بالواحد والريسان الكبار اللي راهم يديروا لنا في المشاكل. يقصد بالشيعه والمتطرفين ولا لا اطلقوا نشوفوا قبل واش راه يقول محمد عيسى بعد نهضروا عليه. اطلق عزيز. سوف نتناول بالاسم الشخصيات الجزائريه التي الان اصبحت وكيله عن هذه التيارات واماكن تواجدها. ما حبيتش نخليه يكثر الهضره بزاف باه نهضر انا خاطر هو هضرته باينه معروفه تعرفها. يا بوي مش الطيارات وتقولنا ما كان لا طيارات لا والو، احنا مسلمين وارثين الاسلام من عادات وتقاليد تاع جدودنا. خلونا من هذه الطيارات والشيعه وما قال لك عندنا وطوائف ما كان والو. ريقلوا رواحكم يتريقل الشعب. كي تتريقلوا انتم يتريقل الشعب وحده. الشعب على راه مذبذب انتم اللي تخللوا الفراغ باه يتذبذب. نعطيك حاجه سي محمد عيسى نورمالمون تريقلوا الائمه تاعكم اللي راه ما مشي يقوموا بالدور الا من رحم ربي. ما نقولوش كاع الائمه ولكن انت كي تلحق للجامع نهار الجمعه الناس تروح تتوضا وتسمع في الامام حتى تلقاهم راقدين على العرس. تلقى الامام يخطب وهو راقد ويشخر ومن بعد نهار يقوم للصلاه ينوض مخلوع ينوض يصلي. الامام ماهوش يدير في الدور تاعو ما دام المصلي يجي باه يسمع الامام يخبطها بالهكذا. واش معناها؟ معناها ماهوش مبروجي معاه وهذا هو اللغز. احنا المشكله رانا غارقين فيه كاين الناس ماهيش تقوم بالادوار تاعها. الائمه مثلا ما مش يقوموا بالادوار تاعهم هذه حقيقه. لازم توقف على هذا الشيء محمد عيسى. لازم تاطر الائمه وتسقمهم وتعطي لهم تريقلهم والخطاب المسجدي والخطابه. نعطيك دليل اطلق لي الفيديو تاع الناس راقدين في الجوامع. اطلق ها من الناس راقدين في الجوامع. ها ناس راقده في الجامع بيت ربي. ها مكسل مسمي خوه كروازي. ها يبدل في كرعي. هاي الناس راقده. يا بوي يا محمد عيسى يا اخي المسجد بيت تاع العباده وكي عادت الناس راح ترقد على بالك واش معناها؟ معناها باللي الامام ماهوش يلعب في الدور تاعو. انتم مخلين الصح. انت يا نهار الجمعه تجيك قريب 30 ولا 35 ولا قريب 40 مليون تصلي الجمعه تسمع لك باه تغتنم الفرصه وتديروا تدخلوا لهم في المخاخ تاعهم وتوعوهم. لا مخلينهم راقدين. الور هذه هي السي محمد عيسى. مازال عندي فيديو تاع الناس راقده. لا هذا خاطي. استنى هذا خاطي. استنى وباه ما تقولوش انه راه داخل قاع الائمه ولا محمد عيسى. انا راح نغتنم الفرصه نقول لكم باللي المشكله تاع المجتمع هو انه كاين ناس ماهيش تقوم بالادوار تاعها. فيها مثلا الامام الا من رحم ربي. لا كاين ائمه ما شاء الله الحق تاع ربي نستثنوهم نوجه لهم التحيه. ولكن كاين ائمه انت الامام اللي يرقدوا له الناس في الجمعه ماهوش امام. كيفاه يا عباد الله؟ الناس تتوضا وتتزين وتدير الروايح باه يجوا يسمعوكم بعد يرقدوا على بالك عليها خاطر ماكش قايم بالدور تاعك. الور كاين ثاني ناس واحد اخرين ماهمش يقوموا بالدور تاعهم هما تاع التربيه يحوسوا قاع الشهريه. زيدنا العقريف الدعاء منا زيدني خاصتني دراهم وعلاه الخدمات الاجتماعيه هاي ولادنا خلاص خسروا كاع. نعطيك مثال اطلق لي فيديو تاع المعلم هذا اللي دخل على الطفل يضرب فيه. اطلق شوف اضرب هذا معلم هذا يا معلم هذا الضرب يا اخي للحيوان.
حبس علي يا عزيز، حبس، كنا نتخلط وانت فراغه في الفيوسه. يا اخي الضرب للحيوانات عافاكم الله واكرمكم الله. اولادنا احنا نجيبوهم ونربوهم باش نعطوكم تضربوهم؟ ها؟ الطفل يتشلوش يتعوج يتكربص كي تضربوا. اما شوفها السي بن عيسى محمد عيسى هابط محمد عيسى، هذه هي عزيز واطلق عليا. الشخصية رقم 3 عزيزة، الشخصية رقم 3 هذا يسموه المدير العام للخطوط، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الخط الطائفة تاعنا يسموه محمد عبدو بودربالة. هذا راه كان حاكم لاضوان واحد الوقت، يسمى قايم من ثم، قايم من لاضوان نقز الخطوط الجوية. ما فهمناش احنا من الله، ما فهمنا هذا المناصب هذو كيفاه من الحوايج تاع الاقتصاد والماليه نقز لي للطيران داير جنحين وطار، ما يهمش، المهم ما يهمناش. اطلق لي نشوفوا واش راه يهدر، اطلق لي نشوف محمد عبو بودربالة. قبل ان شاء الله اخر السنه راهم يجوا طائرتان ياك نتاع الكارغو، ومن فما احنا رانا ننظموا في لا فيليال الكارغو. هي فاتت الى 12 مليون، وهي باش نغطوا التكاليف، ما في حتى زياده. من الاخر محمد عبو بودربالة قال لكم باللي للحجاج الميامين رانا راح نزيدوا لكم في البريد على الطائره التذكره ولات ب 12 مليون، ومن خلال هذه الزياده نبشركم باللي الحج راه ولا ب 49 مليون للحاج. يسمى رانا رايحين الزوالي بلا يمها ما يزيد يحجها، الزوالي ما يدخلش الجنه، يدخلوها غير صاحب الشكاره مساكن. يسمى اللي ما عندوش بيت ربي ما يشوفهاش. 49 مليون اسي بودربالة. يا اخي ماكش غير انتم اللي راكم في الدنيا هذه عندكم طيران، راه الدنيا مقلبه بالطيران من الشركات والخطوط وكاع. كيفاه يرحم والديك البي تاع الجي جده ولا المدينه ب 12 مليون صح؟ كاين شوف مهما نسميش، كاين هنايا وكالات ولا شركات تاع الطيران اجنبيه وعربيه باه ما نسميهاش برك باش ما نديرلهاش الاشاره المجاني، عندها بروموسيو تاع الفول يروحوا الجي للبلاد هذيك يديروا لي سكال توقف، ومن هذيك البلاد يروحوا لكوالالامبور ولا اندونيسيا العاصمه تاع الاندونيسي، ولا كوالالامبور ولا لا تايلاند بونكوك. هذو لي طروالين هذو شحال ياو بين 8 ملايين و9 ملايين بروموسيون الي روتور ليل كامل طيران من حتى الجهه اللي من هي تاع الارض، من هي تلوح يدك من هي تدورها على الارض من هي ب9 ملايين. وانت الجي جده 2 مترات كون ماشي لقينا في ليبيا ومصر الناس تروح بلا بقال اكرمكم الله ب 12 مليون. وحجاج رانا دائما نشتكوا على الحجاج، قلنا لهم ايه وعلى مساكن وعلى 9 ويزيد الاخر بن عزوزه ولا يسموه تاع ديوان العمره والحج يقول لك 49 مليون، ها كما قفلوها 50 وخلاص، خاص مليون على بويد اللالي 50. يسمى راكم رايحين تقولوا للزوالي ما تحجش، الحج هذا غير اصحاب الشكاره، اصحاب الشكاره، وما نعرف ربي لا يقبل ولا ما يقبلش. الشكاره هذه ما نعرف كاع مين جايبينها. المهم ما ندخلش انا في التفاصيل. محمد عبو بودربالة هابط، تزيد للحجاج، تزيد للحجاج هابط باه تدعموا الحجاج يدعوكم بالخير. هابط محمد عبو بودربالة، زيد له والحج بتسعوا على جال الحجاج والمرضى نطربق البير ونطردقوا. اطلق عليا. الشخصيه ديال رقم 4 بمناسبه 19 مارس عيد النصر اللي نحيوا كاع الشعب الجزائري من خلال هذه المناسبه اللي تذكرنا بجدودنا الشهداء وجدودنا المجاهدين اللي راهم حيين طول الله في اعمارهم. هذا التاريخ اللي قلنا دائما نفتخروا به، هذا الشيء اللي خلانا نفتخروا ونزوقوا بين الامم. ما عليناش ذاك النهار صارت الحيحايه تاع التمثال تاع الراس تاع التمثال تاع عين مليله وتفرق السوق وطار ومنا وقاعدين وحيينا عليه الوالي تاع ام البواقي كي قلعوه ومنا وخلاص. الزيتوني الطيب وزير المجاهدين راح لو 19 مارس نهار السبت البارح راح احتفل باليوم هذا تاع عيد النصر، احتفل به في ولايه الطارف. تحيه الناس الطارف من عند البور تي في. وكي راح للطارف خدم لنا ثاني تمثال
تمثال تاع بالمهيدي العربي بالمهيدي، وراح داش شنو؟ تمثال في الحقيقه خدموا تمثال ما صرا عليه لا حايه لا زقه لا دواس لا والو. تمثال دوك تشوفوا داش شنو؟ يطلق يا عزيز نشوفوا التمثال اللي داش شنو زيتوني. ها هو التمثال ها مقطي بالذراع، دروك يداش شنو يقلع له الذراع. ها الحلم ها هو تمثال زين يا سيدي، ما عادش كي بلانا ربي نديروا التماثيل. ها هو التمثال، ها هو تمثال زين. لما شفت الصوره ها بزاف احبس اسمعوا مليح. الزيتوني واش راه يهضر؟ الزيتوني راه يهضر، راه يقول للصحابه عاونونا دوكا كي كاش حاجه ولا ما ديرولناش البلبله. معليش نسمع الزيتوني بعد نردوا عليه. هاطلق تشوف. لما شفت الصوره وشفت يعني التمثال نفس الشيء. زيد له وين؟ اولا المغزى لازم نعرف المغزى الحقيقي من هذه يعني المجسمات. هو اولا محمد العربي بالمهيدي هو كل الجزائريين في قلوبهم، ساكن في قلوبهم ومرسوم في قلوبهم وكذا وكل شيء. احنا هذه يعني تقريبا تعبيرا او تجسيدا لتاريخ الوطني حتى الاجيال تعرف. ثم كصحفيين كذلك لازم تعاونوا، لان الجزائر تاع الكل ماهوش تاع جهاز ولا حضاره معينه، باش تعاونوا الكل. هذه يعني جزء من كتابه التاريخ، تعرف التاريخ تاعهم وتعرف الابطال نتاعهم. حلات لي مع الاغنيه تاع درياسه بصح زينه هي ولا زينه تحرك المشاعر. الزيتوني واش هضر؟ يا راني حافظ واش قايل الزيتوني. الزيتوني راه يهضر على التمثال، قال لنا يا جماعه على بالو باللي باش ما نربحولوش العيب، باش ما نهبطوش، قال لنا يا ودي التمثال راني شفتو راه زين ومنا وتهلا وها ما ديروناش يا الزيتوني راني نعاودك بور لا ديرنيير فوا. شو كي تخلطنا بالشهداء وفي التاريخ والو، الرحمه ما كانش والله. يا نوي ما على بالو بواحد، خلط لي في كلش، دي لي دراهمي دي لي صوار دايا، بيتني برا في الخلا. بصح باه تخلط لي في التاريخ تاعي والثوره انا شهداء ما لعب لي بكلش. الناس ماتت. اسمع الزيتوني باش نعطيك واحد المفاجاه، راح نطلعك لاول مره. علاه؟ كي خدمت التمثال زين، وثاني باه نمدوا ميساج للناس اللي راهي تخدم وما تخدم باللي يا ودي كي ديروا حاجه زينه نطلعوكم. احنا مانا معادين حتى واحد الزيتوني، تراك وليد بلادنا وخوينا، ومعليش كي تغلط انت ويغلطوا الاخرين ويغلطوا الذيابه معليش نعاقبوك، ما حتى يهديكم ربي. احنا هذا الحصه هذا البرنامج رانا نتبعوا فيكم باش تتسقموا، هذا ما كان. الزيتوني كاينه حاجه نقول لك عليها نقترم الفرصه قبل ما نطلعك ما نضربش فورا، نضرب غير بشوي يعني ثاني فيها ميساج. الزيتوني عيد النصر هذا باش نفهموا مليح. عيد النصر ماتوا جدودنا، والشجر والحجر والويدان يشهدوا باللي ماتوا الرجاله اللي نفتخروا بهم. الحكايه وين راهي؟ الحكايه هل الامانه اللي خلوها الشهداء رانا قايمين بها وقمنا بها ولا لا؟ هذا هو مربط الفرس. المشكله راهي هنا. هذا الشهداء اللي ماتوا 1.5 مليون، والناس اللي ضحات والمجاهدين اللي راهم عياب وباراليزي مساكن وكاين بلاد معمره بهم دود الله يبارك. هل الناس اللي ماتت على جالبه يصرنا كيما رانا دروك؟ هل راهم فرحانين في قبورهم؟ هل راه عاجبهم الحال؟ هل راهم راضيين كي ماتوا؟ الشيء اللي راه يصرى في البلاد المنكر والفساد والذيابه. والذيابه، الحكايه راهي في الذيابه. يعني هما ماتوا على جال الذيابه تاع فرنسا اللي كانوا عيني عينك. كي راحوا الذيابه تاع فرنسا جاونا الذيابه من عندنا راهم ياكلوا فيه. هل الشهداء راهم راضيين على الشيء اللي راهم يديروا فيه الذيابه تاعنا؟ هذا هو الحكايه يا الزيتوني. المهم زيتوني طالع زيتون هاي باه ما تقولش النووي راه خارج عدو في الوزاره ولا في السخشيات، تخدم حاجه زينه نطلعوك. هاطلق عليا عزيزي هاطلق. عزيز الكرطه فيها 350 الف ديها للذراري من بعد بالكش ما يرفدوني ولا. ايوه لحقنا للموضوع الحساس، موضوع اللي قلت لكم نخدموا به، الموضوع تاع شكيب خليل. وانا راه من نهار الخميس وما يجوني لي ميساج لي كومونتير في التليفونات في الطريق في كل بلاصه. يا سيدي ولا قضيه تاع راي عام شكيب خليل. الدنيا كاع يستناو شكيب، يحوسوا على النووي واش يقول في شكيب خليل. وانا يا جماعه باش نتفاهموا مليح، انايا
ماذا بيا الله لا يلحقني بها نظلم واحد مهما كان، لأنه الظلم ظلمات يوم القيامة وغدوة نتحاسب عند ربي. وهذا الشيء اللي راني فيه انا دوك راه امانه، امانه راهي في رقبتي وراني حاسس بها. الو القضيه تاع شكيب خليل من نهار الخميس وانا ندرس فيها، وشاورت الناس اللهم صل على النبي، وشاورت الزملاء، وشاورت شخصيات، شاورت في الحقيقه. اسمعوني مليح واش راح نقول. اولا شكيب خليل باش تفهموا مليح، شكيب خليل كان وزير للطاقه، هذا الشيء نعرفوه كاع. شكيب خليل قبل ما نهضروا عليه، شكيب خليل راه في الامريكان، راه كيما نقولوا بقيمته الحقيقه لا فيريتي، يخدم واحد الخدايم استشارات يلحق حتى $1,000,000 سي محمد، استشارات يديرها شكيب خليل. لماذا؟ لانه كراك، هذه ما فيهاش، ومانيش نشيت له انا والله ما على بالي به، وهابط باش نتفاهموا مليح. شكيب خليل هابط عند النووي، وشنو خليني نحكيك من قبل، انا عندي هابط ماهوش طالع باش ما تقولوش، ولكن الحقيقه تتقال. الرساله هي سي عزيز والجماعه، جماعه الخير، شكيب خليل جاهنا حكم وزاره الطاقه، وزاره سياديه يعني وزاره عندها ثقل. كي حكم الوزاره في واحد العام وقيل 2004 اقترح القانون تاع 49 ومن بعد كان راح يعقبوا. شكون اللي ناض وعفسلوا فيها؟ هو سي زرهوني، يزيد زرهوني الله يذكره على خير، هو اللي حبس المشروع، قال لهم والله ما يصار، والله ما يعاقب، والله ماني مزني بها. احبس المشروع تاع 49 نوجهوا تحيه ليزيد زرهوني اللي حبس هذاك المشروع. المهم شكيب خليل، المهم روح ينهار، قال لك طردقوا ملفات تاع الفساد وتاع الاخر وصايبام وإيني وهونغ كونغ وما على باليش. راح شكيب خليل، القضيه دركا في يد العداله، والعداله الجزائريه احنا نحترموها بلا مزيتنا، خاطر علاه رانا نناضلوا باش نديروا دوله الحق والقانون. احنا واش تقول العداله؟ رانا تحت طائله القانون، نحترموا العداله تاعنا مهما كان. ذوك الراجل خرج وزير عنده حصانه، خرج من المطار كاشالو البافيست، دار له ختم الخروج وخرج وراح. وبالمناسبه انا في البرنامج هنايا لو كان تتبعوا كيما هضر مع واحد القناه امريكيه قال لهم باللي البترول راح يتسري، قالوا الاثمان وكاع، هدرت عليه قلت له سي شكيب، هبطته قلت له سي شكيب خليل انت راك جزائري، روح هنا عندهم من الجزائر ونهضروا نتحاسبوا، ما تقعدليش في لاس فيغاس وتهضر. وكيما كان الحال السيد جاء دخل على مطار الثانيه وكاشالوا الباب بافيست ولا باف شرطه الحدود عندهم ريزو، كي يكون كاش واحد عنده امر بالتوقيف ولا بالقبض راه يتفيشى كاع في الحدود، غير يدخل يسالي عليه، يجوا الجماعه يديروا له كلبجات، يا محمد دير للسيد ما عندوش امر بالتوقيف، وهذه حقيقه. العداله ما درتلوش امر بالتوقيف، دخل راح للقبر تاع عمو، راح زار الاهل والاقارب ومنا. هذه الامور حقيقه، هذا الواقع اللي رانا عايشين فيه. ولكن لما تهضروا على الفساد شكيب خليل من عندنا هابط، لانه الفساد قاس سوناتراك. وبالمناسبه علاه كان قضيه تاع سوناتراك 1 و2 خاطر فيها الفساد، وناس دات الدراهم حمر من سوناتراك، راهم دايرين قصور في لوكسمبورغ وفي الخارج وفي اوروبا وفي امريكا وكندا. هذه حقيقه ما نخبوهاش. ولكن كاينه حاجه، انا ما ندافع على شكيب خليل، ما على بالي به، ماني خايف منه، ما نشيت له. هل الفساد قاي في سوناتراك؟ هل الفساد قاي شكيب خليل اللي فاسد؟ حنا كاع فاسدين الا من رحم ربي. لم يار يا عباد الله، اسمعوا مليح للنووي واش يقول لكم. رؤساء البلديه يا اخي خاوتنا ولاد بلادنا وجيراننا، يا اخي يجي مقطع الفيزا تاعو مقطعه، عنده سروال واحد، يدخل مير عامين ابري يولي فيلا 3 ايطاج، يولي الحطه، يولي يعرف الشيراتون والهورتون، ويولي عقب الفاكونس في بالما دي مايوركا. يا اخي يخلص من ملايين، من جاو الدراهم هذو الملاير؟ ها سرق
صدق. والمدير تاع السبيطار والمدير تاع هذيك الشركه وهذاك المسؤول وهذاك، انت كيف تخلص 20 مليون 30 50 مليون؟ مين جاتك 400 مليار؟ مين؟ يا جماعه الفساد، رانا مجتمع فاسد كاع الا من رحم ربي. ونقول لكم حاجه، شتيتو تزعفوا ولا ما تزعفوش؟ النووي راه يخدم في البور تيفي، هذا ستيلو تاع البور تيفي. النووي كما نقولوا لنا برنامج، كي يجي نايض النووي ويدي ستيلو، النووي سرق ستيلو، والملائكه يمركوه باللي سارق. تدي حاجه خطيتك سارق وفاسد مهما كان، خاطر النووي اليوم سرق ستيلو كان يلقى بها مليار ولا زوج يديهم ويروح. هذه هي قصدي انا الرساله. شكيب خليل القضيه تاع عدل العداله، انا ما نقدرش انا نتدخل بالعداله، انا شكون باش نتدخل بالعداله انايا؟ ولكن لا فيريتي حقيقه تتقال، احنا السبب تاع المشاكل تاعنا هو الفساد. وقبل ما نهضر باش نسيت، هطلق لي فيديو تاع سي احمد ويحيى يهضر على شكيب خليل، هطلق زيد له. عندها دورها الى العداله، ما عندها حتى قضيه معه، وحنا لا. باسكو الترويج والكلام اللي كان شايع كذا وكذا وكذا، عندنا محكمه. صباح نقرا جريده من جرايدنا يتكلموا حتى على التواطؤ ما بين الدوله الجزائريه والدوله الايطاليه لمنع المتابعه في ايطاليا. يعني هذا صبحنا في تعليق بهلوانيه. صح، ما عندي حتى تعليق، خاطر سؤالك مطروح حول ملف سوناتراك. ملف سوناتراك تعلق عليه العداله، ماشي انايا ولا اي مواطن. صح، معليش، احتراماتنا للعداله، نحترموا العداله بلا جدنا. ولكن يا اخي هذا الوزير المنصب تاعو ماهوش رزقه، ماهوش تاع خاص، راه المنصب تاع الشعب الجزائري. لازم نعرفوا واش كاين واش ما كانش. واحد يقول لك توفيق، واحد يقول لك الديارات، واحد يقول لك المخابرات، واحد يقول لك خيره، واحد الزهره، واحد شكيب خليل، واحد سايبام، واحد الانتربول، واحد او فهمونا، او جبدوا الملفات وفهمونا، فهمونا يا رباه. او شكيب خليل نداء من عبد النووي البسيط، لازم تهدر في يا سيدي، اهدر في لون تيفي، اهدر في الجرايد تاع العموميه، فهمنا في القضيه هذه، فهمونا. على الغموض هذا، على ديرونا في البوستيجات. يا قال يا جماعه، قال ها 1 2 3 4 5 ها واش دار، واش دار، فهمونا. علاه ديرونا في البوستيجات يظل الغموض والاشاعات؟ يا سي شكيب خليل، وانت ولا واحد اخر، لو كان جيت وحدك في دارك واحد ما يحوس عليك، بصح مادام محكمه وزير لازم تقابلنا وتهضر معنا. العداله صح كوتي وحده، ولكن الراي العام ثاني عنده حق عليك، لازم تهدر ولازم تفهمنا انت ولا غيرك. الجزائر تاعنا كاع كونكاش ما يصرى نوضوا لها كاع ونموتوا على جالها كاع، ماشي انتم تتموتوا بها وحنا مغبونين وتزيدوا ما تكشفوا ما تبينوناش. ماشي شكيب خليل اللي هابط، شكيب خليل هابط ويحيى هابط والنووي هابط، حنا كاع هابطين. درنا تبهديل، والله غير درنا تبهديل. دوك الناس كاع تتحل فمها، اللي يعرف القانون يحل فمه واللي ما يعرفش يحل فمه. رئيس حزب ما يبانش كاع، عنده 20 سنه ما يبانش، ومن بعد يبين راسه شكيب خليل. ومن بعد تجي مغنيه من هي شكيب خليل، راني مع شكيب خليل، ويجيك يطرطق لك واحد من يا ناس. علاه ديرونا هكا تعذبوا فينا؟ علاه؟ الهم اللي راه فينا يكفينا. عزيز اطلق عليه، اطلق. قبل ما نختم اطلق لي الفيسبوك. شوف هاو الفيسبوك تاعي www.facebook.com مطرق مايل طالع حافظ مطرق مايل. شوفوا انا عبد ضعيف، وانا انا فيا العيوب، بالك تقولوا راني طاهر ولا المهدي المنتظر، انا راني معوج كيما انتم ولا اكثر. دوكا لازم نديروا ثقافه، محتم علينا يا ناس، يا ناس لازم نصالحوا بعضانا ولازم نتحابوا. الطريقه هذه تاع التمهبيل هذه راح تدينا للواد. علاه النصارى كفار، احنا نسموهم كفار، وعلاه مسقمين، وحنا اللي مسلمين معوجين علاه.
سبحان الله العظيم محكمة مسؤولية كاملة تحاسب الناس. قال انا واش درت واش درت واش درت. يتهمك واحد قال لا كذاب انا هاني صافي. وما تهربش ما تروحش اقعد هنا في الجزائر. اقعد في بلادك خويا. تدخل الحبس في بلادك نقتلوك في بلادك ناكلوك في بلادك ندفنوك في بلادك. ولا قالب هذا الدوره وتروحوا لنا برا وتبداو ديروا لنا في الطويش وتنشرونا في التبهديل وكاع. خلونا برك كرهتوا لنا حياتنا وبركاونا من الفساد رانا المجتمع كاع معوج كاع. اللي يخدم الاداره يسرق يخدم على 8 يجي على 9:30 ولا الخرجه نورمالمون على 4 يخرج على 3. نعطيكم واحد الحاجه نخدم لكم بها. كاين ناس الصلاه كي يكون يصلي في داره يصلي رابيد بسم الله الله اكبر الحمد لله رابيد. وفي الخدمه كي يكون يصلي في الخدمه الله اكبر علاه باش ياكل الوقت. يا ودينا له الشيطان كل واحد يحكم بلاصتو ويريق اموره. خلونا من التمهبيل تاعنا بهدلتونا وبهدلنا رواحنا. عزيز روح لي للارج باش نخرج روح. الى هنا ينتهي اللقاء تاع اليوم. تحيه للاعزائي الشيوخه دائما نطلب معكم الدعاوي دعاوي الخير. وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر والموت للاعداء والله يرحم الشهداء. الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وطلق عزيز اليزيد زرهوني اللي حبس هذاك المشروع. المهم شكيب خليل المهم روح ينهار روح ينهار روح ينهار روح ينهار. قال لك طردقوا ملفات تاع الفساد وتاع الاخر وصايبام وإيني وهونغ كونغ وما على باليش. راح شكيب خليل. القضيه دركا في يد العداله والعداله الجزائريه احنا نحترموها بلا مزيتنا. خاطر علاه رانا نناضلوا باش نديروا دوله الحق والقانون. احنا واش تقول العداله رانا تحت طائله القانون نحترموا العداله تاعنا مهما كان. ذوك الراجل خرج وزير عنده حصانه خرج من المطار كاشالو البافيست دار له ختم الخروج وخرج وراح. وبالمناسبه انا في البرنامج هنايا لو كان تتبعوا كيما هضر مع واحد القناه امريكيه قال لهم باللي البترول راح يتسري قالوا الاثمان وكاع. هدرت عليه قلت له سي شكيب هبطته قلت له سي شكيب خليل انت راك جزائري روح هنا روح هنا عدوا من الجزائر ونهضروا ونتحاسبوا ما تقعدليش في لاس فيغاس وتهضر. وكيما كان الحال السيد جاء دخل على مطار الثانيه وكاشالوا الباب بافيست ولا باف شرطه الحدود عندهم ريزو كي يكون كاش واحد عنده امر بالتوقيف ولا بالقبض راه يتفيشى كاع في الحدود. غير يدخل يسالي عليه يجوا الجماعه يديروا له كلبجات. يا محمد السيد ما عندوش امر بالتوقيف وهذه حقيقه. العداله ما درتلوش امر بالتوقيف. دخل راح للقبر تاع عمو راح زار الاهل والاقارب ومنا. هذه الامور حقيقه هذا الواقع اللي رانا عايشين فيه. ولكن لما تهضروا على الفساد شكيب خليل من عندنا هابط لانه الفساد قاس سوناتراك. وبالمناسبه علاه كان قضيه تاع سوناتراك 1 و2 خاطر فيها الفساد وناس دات الدراهم حمر من سوناتراك راهم دايرين قصور في لوكسمبورغ وفي الخارج وفي اوروبا وفي امريكا وكندا. هذه حقيقه ما نخبوهاش. ولكن كاينه حاجه انا ما ندافع على شكيب خليل ما على بالي به ماني خايف منه ما نشيت له. هل الفساد قاي في سوناتراك؟ هل الفساد قاي شكيب خليل اللي فاسد؟ حنا كاع فاسدين الا من رحم ربي. لم يار يا عباد الله اسمعوا مليح للنووي واش يقول لكم. رؤساء البلديه يا اخي خاوتنا ولاد بلادنا وجيراننا يا اخي يجي مقطع الفيزا تاعو مقطعه عنده سروال واحد يدخل مير عامين ابري يولي فيلا 3 ايطاج يولي الحطه يولي يعرف الشيراتون والهولتون ويولي عقب الفاكونس في بالما دي مايوركا. يا اخي يخلص من ملايين من جهه الدراهم هذو الملاير. ها سرق والمدير تاع السبيطار والمدير تاع هذيك الشركه وهذاك المسؤول وهذاك. انت كيف تخلص 20 مليون 30 50 مليون مين جاتك 400 مليار مين يا جماعه؟ الفساد
رانا مجتمع فاسد كاع الا من رحم ربي. ونقول لكم حاجه، شتيتو تزعفوا ولا ما تزعفوش؟ النووي راه يخدم في البور تيفي، هذا ستيلو تاع البور تيفي. النووي كما نقولوا لنا برنامج كي يجي نايض النووي ويدي ستيلو، النووي سارق ستيلو، والملائكه يمركوه باللي سارق. تدي حاجه خطيتك سارق وفاسد مهما كان، خاطر النووي اليوم سرق ستيلو كان يلقى بها مليار ولا زوج يديهم ويروح. هذه هي قصدي انا الرساله. شكيب خليل القضيه تاع عدل العداله، انا ما نقدرش انا نتدخل بالعداله، انا شكون باش نتدخل بالعداله انايا؟ ولكن لا فيريتي حقيقه تتقال، احنا السبب تاع المشاكل تاعنا هو الفساد. وقبل ما نهضر باش نسيت، هطلق لي فيديو تاع سي احمد ويحيى يهضر على شكيب خليل، هطلق زيد له. عندها دورها، الى العداله ما عندها حتى قضيه معه، وحنا لا. باسكو الترويج والكلام اللي كان شايع كذا وكذا وكذا، عندنا محكمه. صباح نقرا جريده من جرايدنا يتكلموا حتى على التواطؤ ما بين الدوله الجزائريه والدوله الايطاليه لمنع المتابعه في ايطاليا. يعني هذا صبحنا في تعليق بهلوانيه. صح، ما عندي حتى تعليق، خاطر سؤالك مطروح حول ملف سوناتراك. ملف سوناتراك تعلق عليه العداله، ماشي انايا ولا صح المواطن. صح، معليش، احتراماتنا للعداله، نحترموا العداله بلا جدنا. ولكن يا اخي هذا الوزير المنصب تاعو ماهوش رزقه، ماهوش تاع خاص، راه المنصب تاع الشعب الجزائري. لازم نعرفوا واش كاين واش ما كانش. واحد يقول لك توفيق، واحد يقول لك الديارات، واحد يقول لك المخابرات، واحد يقول لك خيره، واحد الزهره، واحد شكيب خليل، واحد سايبام، واحد الانتربول، واحد او فهمونا، او جبدوا الملفات وفهمونا. راطفه رأفاتو يا خلينا دوكا اللي راه كبر ما يقدرش يقني درك. المهم يا سي الشيخ، الدراهم هذو نورمالمون تخدموا بهم قسنطينه، تخدموا بهم قسنطينه المشاريع يستنفعوا بهم ولاد قسنطينه، ماشي ديرهم لي غنى تاع شطيح ورديه. عزيز بلا ما نقول لك هابط 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 هابط، الثقافه ثقافه هابط بلا ما نقول لك هابط. اطلق علي يا عزيز، اطلق، خاصتني قيوائي الكفوري. السقشيه رقم 2 هي سقشيه ثاني معروفه، راهي دائما دوره وتجي عند النووي، ناشطه حاله ناشطه. هذا السقشيه يسموها محمد عيسى وزير الشؤون الدينيه والاوقاف. راه هضر قال باللي راه كاين الطوائف في الجزائر ويديروا لنا يخلطوا لنا، ورانا نعرفوهم بالواحد والريسان الكبار اللي راهم يديروا لنا في المشاكل. يقصد بالشيعه والمتطرفين ولا لا. اطلقوا نشوفوا قبل واش راه يقول محمد عيسى، بعد نهضروا عليه. اطلق عزيز. سوف نتناول بالاسم الشخصيات الجزائريه التي الان اصبحت وكيله عن هذه التيارات واماكن تواجدها. ما حبيتش نخليه يكثر الهضره بزاف، باه نهضر انا، خاطر هو هضرته باينه معروفه تعرفها. يا بوي مش الطيارات وتقول لنا ما كان لا طيارات لا والو، احنا مسلمين وارثين الاسلام من عادات وتقاليد تاع جدودنا. خلونا من هذه الطيارات والشيعه وما قال لك عندنا وطوائف، ما كان والو. ريقلوا رواحكم، يتريقل الشعب. كي تتريقلوا انتوما يتريقل الشعب وحده. الشعب على راه مذبذب، انتوما اللي تقللوا الفراغ باه يتذبذب. نعطيك حاجه سي محمد عيسى، نورمالمون تريقلوا الائمه تاعكم اللي راه ما مشي يقوموا بالدور الا من رحم ربي. ما نقولوش كاع الائمه، ولكن انت كي تلحق للجامع نهار الجمعه الناس تروح تتوضا وتسمع في الامام حتى تلقاهم راقدين على العرس. تلقى الامام يخطب وهو راقد ويشخر، ومن بعد نهار يقوم للصلاه ينوض مخلوع ينوض يصلي. الامام ماهوش يدير في الدور تاعو، ما دام المصلي يجي باه يسمع الامام يخبطها بالهكذا، واش معناها؟ معناها ماهوش مبروشي معاه، وهذا هو اللغز. احنا المشكله رانا غارقين فيه، كاين الناس ماهيش تقوم بالادوار تاعها. الائمه مثلا ما مش يقوموا بالادوار تاعهم، هذه حقيقه. لازم توقف على هذا الشيء محمد عيسى، لازم تاطر الائمه وتسقمهم وتعطي لهم تريقلهم، والخطاب المسجدي والخطابه. نعطيك دليل، اطلق لي الفيديو تاع الناس راقدين في الجوامع، اطلق. ها من الناس راقدين في الجوامع، ها ناس راقده في الجامع بيت ربي، ها مكسل، ها مسمي خوه كروازي، ها يبدل في كرعي، ها الناس راقده، يا بوي يا محمد عيسى، يا اخي المسجد بيت تاع العباده،
قعدت الناس راح ترقد على بالك واش معناها؟ معناها باللي الامام ماهوش يلعب في الدور تاعو. انتم مخلين الصح. انت يا نهار الجمعه تجيك قريب 30 ولا 35 ولا قريب 40 مليون تصلي الجمعه تسمع لك، باه تغتنم الفرصه وتديروا تدخلوا لهم في المخاخ تاعهم وتوعوهم. لا مخلينهم راقدين. الور هذه هي السي محمد عيسى. مازال عندي فيديو تاع الناس راقده. لا هذا خاطي. استنى هذا خاطي. استنى. وباه ما تقولوش انه راه داخل قاع الائمه ولا محمد عيسى. انا راح نغتنم الفرصه نقول لكم باللي المشكله تاع المجتمع هو انه كاين ناس ماهيش تقوم بالادوار تاعها، فيها مثلا الامام الا من رحم ربي. لا كاين ائمه ما شاء الله الحق تاع ربي نستثنوهم نوجه لهم التحيه، ولكن كاين ائمه انت الامام اللي يرقدوا له الناس في الجمعه ماهوش امام. كيفاه يا عباد الله؟ الناس تتوضا وتتزين وتدير الروايح باه يجوا يسمعوكم بعد يرقدوا على بالك عليها خاطر ماكش قايم بالدور تاعك. الور كاين ثاني ناس واحد اخرين ماهمش يقوموا بالدور تاعهم، هما تاع التربيه يحوسوا على الشهريه، زيدنا العقريف الدعاء منا زيدني خاصتني دراهم وعلاه الخدمات الاجتماعيه هاي ولادنا خلاص خسروا كاع. نعطيك مثال، اطلق لي فيديو تاع المعلم هذا اللي دخل على الطفل يضرب فيه. اطلق شوف اضرب ها هذا معلم هذا يا معلم هذا ها الضرب يا اخي للحيوان. حبس علي يا عزيز حبس دخلوا نتخلط وانت فرغه في الفيوسه يا اخي. الضرب للحيوانات عافاكم الله واكرمكم الله. اولادنا احنا نجيبوهم ونربوهم باش نعطوكم تضربوهم. ها الطفل يتشلوش يتعوج يتكرفص كي تضربوا. اما شوفها السي بن عيسى محمد عيسى هابط محمد عيسى. هذه هي عزيز واطلق عليها. الشخصية رقم 3 عزيزة. الشخصية رقم 3 هذا يسموه المدير العام للخطوط، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية الخط الطائفة تاعنا يسموه محمد عبدو بودربالة. هذا راه كان حاكم لاضوان واحد الوقت يسمى قايم من ثم قايم من لاضوان قاز الخطوط. زينة هي ولا زينة تحرك المشاعر. الزيتوني وش هضره؟ يا راني حافظ واش قايل الزيتوني الزيتوني راه يهضر على التمثال. قال لنا يا جماعه على بالو باللي باش ما نربحولوش العيب باش ما نهبطوش. قال لنا يا ودي التمثال راني شفتو راه زين ومنا وتهلا وها ما ديروناش يا الزيتوني راني نعاودك بور لا دانيير فوا. شو كي تخلطنا بالشهداء وفي التاريخ والو الرحمه ما كانش والله. يا النووي ما على بالو بواحد خلط لي في كلش. دي لي دراهمي دي لي صوار دايه بيتني برا في الخلاء بصح باه تخلط لي في التاريخ تاعي والثوره انا شهداء ما لعب لي بكلش. الناس ماتت. اسمع الزيتوني باش نعطيك واحد المفاجاه. راح نطلعك لاول مره. علاه؟ كي خدمت التمثال زين وثاني باه نمدوا ميساج للناس اللي راهي تخدم وما تخدم باللي يا ودي كي ديروا حاجه زينه نطلعوكم. احنا مانا معادين حتى واحد الزيتوني تراك وليد بلادنا وخوينا ومعليش كي تغلط انت ويغلطوا الاخرين ويغلطوا الذيابه معليش نعاقبوك ما حتى يهديكم ربي. احنا هذا الحصه هذا البرنامج رانا نتبعوا فيكم باش تسقموا. هذا ما كان. الزيتوني كاينه حاجه نقول لك عليها نغتنم الفرصه قبل ما نطلعك ما نضربش فورا نضرب غير بشوي يعني ثاني فيها ميساج. الزيتوني عيد النصر هذا باش نفهموا مليح. عيد النصر ماتوا جدودنا والشجر والحجر والويدان يشهدوا باللي ماتوا الرجاله اللي نفتخروا بهم. الحكايه وين راهي؟ الحكايه هل الامانه اللي خلوها الشهداء رانا قايمين بها وقمنا بها ولا لا؟ هذا هو مربط الفرس. المشكله راهي هنا. هذا الشهداء اللي ماتوا 1.5 مليون والناس اللي ضحات والمجاهدين اللي راهم عياب وباراليزي مساكن وكاين بلاد معمره بهم دود الله يبارك. هل الناس اللي ماتت على جالبه يصرنا كيما رانا دروك؟ هل راهم فرحانين في قبورهم؟ هل راه عاجبهم الحال؟ هل راهم راضيين كي ماتوا؟ الشيء اللي راه يصرى في البلاد المنكر والفساد والذيابه. والذيابه الحكايه راهي في الذيابه. يعني هما ماتوا على جال الذيابه تاع فرنسا اللي كانوا عيني عينك. كي راحوا الذيابه تاع فرنسا جاونا الذيابه من عندنا راهم ياكلوا فيها. هل الشهداء راهم راضيين على الشيء اللي راهم يديروا فيه الذيابه تاعنا؟
هذا هو الحكايه يا الزيتوني. المهم زيتوني طالع زيتون، هاي باه ما تقولش النووي راه خارج عدو في الوزاره ولا في السخشيات، تخدم حاجه زينه نطلعوه. هاطلق عليا عزيزي، هاطلق. عزيز الكرطه بها 350 الف ديها للدراري، من بعد بالك ما يرفدوني ولا. ايوه لحقنا للموضوع الحساس، موضوع اللي قلت لكم نخدموا به، الموضوع تاع شكيب خليل. وانا راه من نهار الخميس وما يجوني لي ميساج لي كومونتير في التليفونات في الطريق في كل بلاصه. يا سيدي ولا قضيه تاع راي عام شكيب خليل، الدنيا كاع يستناو شكيب، يحوسوا على النووي واش يقول في شكيب خليل. وانا يا جماعه باش نتفاهموا مليح، انايا ماذا بيا الله لا يلحقني باه نظلم واحد مهما كان، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وغدوة نتحاسب عند ربي. وهذا الشيء اللي راني فيه انا دوك راه امانه راهي في رقبتي وراني حاسس بها. الو القضيه تاع شكيب خليل من نهار الخميس وانا ندرس فيها، وشاورت الناس اللهم صل على النبي، وشاورت الزملاء وشاورت شخصيات وشاورت في الحقيقه. اسمعوني مليح واش راح نقول. اولا شكيب خليل باش تفهموا مليح، شكيب خليل كان وزير للطاقه، هذا الشيء نعرفوه كاع. شكيب خليل قبل ما نهضروا عليه، شكيب خليل راه في الامريكان راه كيما نقولوا بقيمته الحقيقه لا فيديتي، يخدم واحد الخدايم استشارات يلحق حتى $1,000,000 سي محمد، استشارات يديرها شكيب خليل. لماذا؟ لانه كراك، هذه ما فيهاش، ومانيش نشيت له انا والله ما على بالي به، وهابط باش نتفاهموا مليح. شكيب خليل هابط عند النووي، وشو خليني نحكيك من قبل، انا عندي هابط ماهوش طالع باش ما تقولوش، ولكن الحقيقه تتقال. الرساله هي سي عزيز والجماعه، جماعه الخير، شكيب خليل جاهنا حكم وزاره الطاقه، وزاره سياديه يعني وزاره عندها ثقل. كي حكم الوزاره في واحد العام وقيل 2004 اقترح القانون تاع 49-51، ومن بعد كان راح يعقبوا. شكون اللي ناض وعفس له فيها؟ هو سي زرهوني، يزيد زرهوني الله يذكره على خير، هو اللي حبس المشروع، قال لهم والله ما يصار، والله ما يعاقب، والله ماني مزني بها. احبس المشروع تاع 49-51. نوجهوا تحيه. كي تدعوني نتوما العزاويج والشيوخه، بالك كاش دعوه تطلع على ربي يحفظني ربي من الذيابه. هطلق لي فيسبوك قبل ما نبدا راك دائما اسمع، والفيسبوك عزيز راكم دائما تديروه وتقطوه لي بالبونده الحمراء ذيك تاع الجماعه تاع الاخبار. ايه المهم باه ما ناكلوش الوقت في التمسخير، خلي لي الفيسبوك www كالعاده بوان طالع هابط بوان كوم مطرق مايل معليش. في الحقيقه انا سجلت النهار الخميس العدد اللي فات، سجلت، وكان السي شكيب خليل وزير الطاقه الانرجي جا مورايا، انا سجلت هو جا مورايا، الله غالب. لو كان يسمى سلكل هذاك نهار الخميس ما قدرتش نعاقبو، خاطر سفت سجلت وصرا عليا ضغط. نروح للسيريا عزيزه، صرا عليا ضغط في الفيسبوك في التويتر في الماسنجر في الاس ام اس في الوسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي، وحتى ولحنا شي دور وانا نستنى، لحنا شي دور وانا نستنى، لحنا شي دور وانا نستنى ونستنى في لي ميساج من عندكم. المهم كثر عليا الضغط، قال لك النووي لازم تهضرنا على شكيب خليل وزير الطاقه. درك انا واش راح ندير؟ نهضر على الجماعه اللي طالعين والهابطين الوالا، وشكيب خليل، قضيه شكيب خليل نخلوها هي التاليه نختموا بها، هذه هي. الور درك نبداو على بركه الله. وقبل ما نبداو على بركه الله، التحيه الخالصه لجميع الشعب الجزائري سونز اكسبسيون، وخاصه افراد الجيش الوطني الشعبي، الافراد جو دي بيان الافراد اللي راهم منتشرين في ربع الوطن، كاع الاسلحه اللي صمتوا عليا
ما لقيتها مع الخول الجويه، ما لقيتها مع الارميتار، ما لقيتها مع الديسيه، ما لقيتها مع الجيجياف. المهم تحيه كاع للشعب الجزائري، وجميع اللي عنده الكارطه الخضراء هذيك اللي دايره الزربيه الجزائريه، تحيه من عبد النووي. هيا نبدا بالموضوع الاول. الشخصيه الاولى عزيز، الشخصيه الاولى هو سامي بن الشيخ اللي راح قابض التظاهره تاع قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. وسمعونا الشيخ سامي ولد الشيخ واش راح يقول، خاطر راح يختموا هذا النهارات يختموا العاصمه الثقافه تاع قسنطينه. اطلق لي عزيز. واحنا البارح كنا باجتماع تنسيق مع الاخ بن تركي يعني المدير العام للديوان الوطني للثقافه والاعلام، واتفقنا على عده نشاطات راح تنطلق ان شاء الله من بعد انتهاء الأسبوع الثقافي للولايات المتحدة من 9 إلى 13. فيه 4 أكبر سهرات حتكون في قاعة زينيت بمشاركة فنانين عرب كبار، من بينهم وائل كفوري، ممكن كذلك مجد الرومي الاتصال راهو يعني متواصل معها، وفنانين عرب. ايه سامي بن الشيخ هذا اللي داره محافظ التظاهره تاع قسنطينه عاصمه الثقافه. وتحيه من عبد النووي بور تي في، الناس قسنطينه، ناس سيرتا، الجزر المعلقه، مدينه الصخر العتيق ومدينه العلم عاصمه الشرق الجزائري، تحيه من عبد النووي. هذا سامي بن الشيخ اللي داروه محافظ، قال لك راح نختموا ونجيبوا لكم حفله كبيره، نجيبوا لكم وائل كفوري ونجيبوا لكم مجد الرومي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا عزيز خبرني يا عزيز. لا 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 يا شيخ، وكان غيتعيطوا لينا كاش ما تعطوني كاش مليار ولا زوج نغنيكم النووي. ايه وقبل ما نرد على الشيخ عزيز، اطلق لي الفيديو تاع قسنطينه عاصمه السباحه العربيه، كي طاحت شويه تاع نو عندها واقع واحد 4 شهور وغرقت علي منجلي لانه فيها الفيل. اطلق لي شوف الفيديو. نصف ساعة من التساقط للأمطار الطوفانية. احبس هذا الفيديو دارته المؤسسة الوطنية للتلفزيون لوان تيفي، ما تقولوش النووي، دارته لوان تيفي نهار اللي طاحت الشتاء وغرقت علي منجلي وتهردت وولات قسنطينة عاصمة السباحة العربية. اطلق تشوف، عاود اطلق. أحدث ما يشبه الحصار على مستوى الطرقات وبعض المناطق السكنية، كما هو الحال بمدينة الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي. شوفوا مليح ها، شوف هاي الطوموبيل تاعي وينه الاكسبريس؟ ايه الاكسبريس. هاي منعت هذه، ما عليك سلامات، والله كذا ولا اكثر صاحبي. ها قسنطينة عاصمة السباحة العربية. يا سي بن الشيخ انت على بالي بلي خاطرك تاع ثقافة وتاع وائل كفوري وما تعرفش الامور هذه. يا اخي قلنا تقشف، يا قلنا تقشف، ويا سيدي كي بلاكم ربي راح ديروا حفله ديروها بالمقننين تاعنا واعطوا لهم حويجه وفرقوا السوق، الحاله راهي مهروده. ثاني تجيب لي وائل كفوري وتجيب لي مجد الرومي وتجيب لي هذيك المروكيه تاع اشدني علاش مشيت كل عام تجي تضرب الزمار ولا ثلاثه، يومين شفتو راه دهاني. وسموها الجويه. ما فهمناش احنا من الله، ما فهمنا هذا المناصب هذو كيفاه من الحوايج تاع الاقتصاد والماليه. نقز لي للطيران داير جنحين وطار، ما يهمش، المهم ما يهمناش. اطلق لي نشوفوا واش راه يهدر. اطلق لي شوف محمد عبوب ودرباله قبل ان شاء الله اخر السنه راهم يجوا طائرتان ياك نتاع الكارغو، ومن فما احنا رانا ننظموا في لا فيليال كارغو. ها هي فاتت الى 12 مليون، وهي باش نغطوا التكاليف، ما في حتى زياده. من الاخر محمد عبو ولد درباله قال لكم باللي للحجاج الميامين رانا راح نزيدوا لكم في البريد على الطائره التذكره ولات ب 12 مليون، ومن خلال هذه الزياده نبشركم باللي الحج راه ولا ب 49 مليون للحاج. يسمى رانا رايحين الزوالي بلا ما ما يزيد يحجها، الزوالي ما يدخلش الجنه يدخلوها غير صاحب الشكاره مساكن. يسمى اللي ما عندوش بيت ربي ما يشوفهاش. 49 مليون اسيبو درباله. يا اخي ماكش غير نتوما اللي راكم بالدنيا هذه عندكم طيران، راه الدنيا مقلبه بالطيران من الشركات والخطوط وكاع. كيفاه يرحم والديك البي تاع الجي جده ولا المدينه ب 12 مليون صح؟ كاين شوف ما نسميش، كاين هنايا وكالات ولا شركات تاع الطيران
اجنبيه وعربيه باه ما نسميهاش برك باش ما نديرلهاش الاشاره المجاني، عندها بروموسيو تاع الفول يروحوا الجي للبلاد هذيك يديروا لي سكال توقف، ومن هذيك البلاد يروحوا لكوالالامبور ولا اندونيسيا العاصمه تاع الاندونيسي، ولا كوالالامبور ولا لا تايلاند بونكوك. هذو لي طروالين هذو شحال ياو بين 8 ملايين و9 ملايين بروموسيون الي روتور ليل كامل طيران منا حتى الجهه اللي من هي تاع الارض من هي تلوح يدك من هي تدورها على الارض من هي ب9 ملايين. وانت الجي جده 2 مترات كون ماشي يقيرنا في ليبيا ومصر الناس تروح بلا بقال اكرمكم الله ب 12 مليون. وحجاج رانا دائما نشتكوا على الحجاج قلنا لهم ايه وعلى مساكن وعلى 9 ويزيد الاخر بن عزوزه ولا يسموه تاع ديوان العمره والحج يقول لك 49 مليون ها كما قبلوها 50 وخلاص خاص مليون على بويد اللالي 50 يسمى راكم رايحين تقولوا للزوالي ما تحجش. الحج هذا غير اصحاب الشكاره اصحاب الشكاره وما نعرف ربي لا يقبل ولا ما يقبلش. الشكاره هذه ما نعرف كاع مين جايبينها. المهم ما ندخلش انا في التفاصيل. محمد عبو بودرباله هابط تزيد للحجاج تزيد للحجاج هابط باه تدعموا الحجاج يدعوكم بالخير. هابط محمد عبو بودرباله زيد له والحج بتسعوا على جال الحجاج والمرضى نطربق البير ونطردقوا. اطلق عليا الشخصيه ديال رقم 4 بمناسبه 19 مارس عيد النصر اللي نحيوا كاع الشعب الجزائري من خلال هذه المناسبه اللي تذكرنا بجدودنا الشهداء وجدودنا المجاهدين اللي راهم حيين طول الله في اعمارهم. هذا التاريخ اللي قلنا دائما نفتخروا به، هذا الشيء اللي خلانا نفتخروا ونزوخوا بين الامم. ما عليناش ذاك النهار صارت الحيحايه تاع التمثال تاع الراس تاع التمثال تاع عين مليله وتفرق السوق وطار ومنا وقاعدين وحيينا عليه الوالي تاع ام البواقي كي قلعوه ومنا وخلاص. الزيتوني طيب وزير المجاهدين راح لو 19 مارس نهار السبت البارح راح احتفل باليوم هذا تاع عيد النصر، احتفل به في ولايه الطارف. تحيه الناس الطارف من عند البور تي في. وكي راح للطارف خدم لنا ثاني تمثال تاع بن المهيدي العربي بن المهيدي وراح دار شنو؟ تمثال بالحقيقه خدموا تمثال ما صرا عليه لا حايحايه لا زقه لا دواس لا والو. تمثال دوك تشوفوا دار شنو؟ يطلق يا عزيز نشوفوا التمثال اللي دار شنو زيتوني. ها هو التمثال ها مقطي بالذراع دروك يدار شنو يقلع له الذراع. ها الحلم ها هو تمثال زين يا سيدي معليش كي بلانا ربي نديروا التماثيل. ها هو التمثال هو تمثال زين. لما شفت الصوره ها بزاف احبس اسمعوا مليح. الزيتوني واش راه يهضر؟ الزيتوني راه يهضر راه يقول للصحابه عاونونا كي كاش حاجه ولا ما ديرولناش البلبله. معليش نسمع الزيتوني وبعد نردوا عليه. هاطلق تشوف لما شفت الصوره وشفت يعني التمثال نفس الشيء. زيد له اولا المغزى لازم نعرف المغزى الحقيقي من هذه يعني المجسمات. هو اولا محمد العربي بن مهيدي هو كل الجزائريين في قلوبهم ساكن في قلوبهم ومرسوم في قلوبهم وكذا وكل شيء. احنا هذه يعني تقريبا تعبيرا او تجسيدا لتاريخ ثورة الوطني حتى الاجيال تعرف. ثم كصحفيين كذلك لازم تعاونوا لان الجزائر تاع الكل ماهوش تاع جهاز ولا حضاره معينه باش تعاونوا الكل. هذه يعني جزء من كتابه التاريخ تعريف التاريخ تعريف الابطال نتاعنا. حلات لي مع الاغنيه تاع درياسه مصح